6 أمراض عضوية مزمنة ممكن تكون هي السبب في ضعف النظر، وبالأخص المرض الأخير. أول مرض عضوي معانا هو ارتفاع ضغط الدم المزمن. ارتفاع ضغط الدم المزمن هيكون سبب في عدم انتظام الدورة الدموية للأنسجة العصبية بتاعة العصب البصري، وبالتالي هيؤدي إلى ضبابية في الرؤية مفاجئة ممكن المريض يشتكي منها. وتاني أشيع سبب معانا هو الالتهابات المناعية اللي بتصيب جدار الأوعية الدموية المغذية لأنسجة العصب البصري. والسبب رقم 3 هو نقص في فيتامينات ومعادن حيوية، أهمهم نقص فيتامين B12 وأوميجا 3. والسبب الرابع هو الاعتلال الشبكي السكري اللي بيؤدي إلى تكوين أوعية دموية غريبة على نسيج العصب البصري، وبالتالي يؤدي إلى قصور في الأداء الوظيفي بتاعه. والسبب الخامس هو ارتفاع ضغط المخ. ارتفاع ضغط المخ ده بيكون نتيجة زيادة إفراز السائل النخاعي اللي بيسبب ضغط على أنسجة العصب البصري، والضغط ده هيسبب قصور في توصيل الإشارات الكهربائية من نسيج العصب للمخ. وآخر وأهم مرض معانا هو مرض المتصلب المتعدد، وده 90% من الأشخاص المصابين فيه بيكونوا في فئة عمرية أصغر، وأول إشارة للإصابة بالمرض ده عادة بتكون التهاب في العصب البصري وضبابية في الرؤية. فبالتالي لو حسيت بأي عرض من الأعراض اللي تم ذكرها لازم تتوجه بالكشف فوراً في عيادات العيون بمستشفيات أندلسية.